الف نهار ابيض، الف مبروك. ايه بتعملي ايه؟ بزغرط عشان اهل البلد كلهم يعرفوا انه جوزي اتزين بالشهاده العاليه. بس اسكتي، فيه ايه؟ مش عايز اسمعك بتزغراتي تاني، فاهمه؟ ليه كفل الشر، ربنا يجعل ايامنا كلها افراح وزغاريد. الحاجات دي بلدي، فلاحيني. فلاحيني؟ امال احنا منين؟ من المانيا الغربيه، ما احنا من الفلاحين. مش عايز كلام كتير. حاضر يا اخويا حاضر، احنا هنبوظ الفرحه عشان زغروته بناقص. على رايك الفرحه في القلب، حتى الزغاريد غلبه. يكونش حد يا اخويا منعها زي ما منعوا زمامير العربيات في الافراح. انا عايز اكل. حاضر، هفقش لك بيضتين مع حته جبنه بالطماطم. مفيش غير الاكل ده؟ رضا، حد لاقي؟ طب هاتي بس اوام، عشان عندي حاجات كتير عايز اخرج اعملها. مش هتقعد معانا لما العيال تيجي ونعمل الشربات ونفرق على الجيران وجيران الجيران؟ شربات ايه؟ شربات احمر ورد. ولا اقول لك الشربات الاحمر فلاحيني، خليه مانجي، شربات مانجي، المانجا على فرانكي، وتليق بسانس الحقوق. خلاص اعملي اللي تعمليه، بس مش عايز دوشه. قوم غير هدومك يا اخويا وتعالى كل لقمه. ربنا يجعل لك في كل خطوه نجاح يا عبد الرازق افندي، يا ابن حواء وادم. صباح الخير. صباح الخيرات. الانسه سعاد والله. الانسه؟ انسه ايه يا استاذ؟ مش عيب؟ ألا تقصد حضرتك انها مدام يعني؟ كمان مدام؟ يا استاذ عيب، يا استاذ عيب كبير قوي. شايفني لابس كعب عالي وحاطط روج؟ شايفني عامل شعري مزمبليه وجاي من عند الكوافير؟ شايفني لابس بلوزه نايلون على جوبه رجال؟ يعني ما اقصدش حضرتك، انا اقصد الانسه او المدام سعاد، وانا جبت سيره حضرتك. ما هو اللي قدام حضرتك ده هو سعاد نفسه، السيد سعاد او الاستاذ سعاد، وليس الانسه او المدام سعاد. يعني حضرتك اسمك سعاد؟ ايوه يا سيدي. طب ليه كده؟ عشان كل واحد يدخل يتريق عليا شويه، ادي السبب. انا ما اقصدش اتريق على حضرتك. ولا تتريق؟ الله يرحمها ما كانش بيعيش لها صبيان، خفتني تحت اسم سعاد عشان الجيران ما يعرفوش اني ولد وعيش. عانيت الامرين من تحت راس الاسم ده. الله يكون في عونك. انا عايز اقابل الاستاذ. خير، جنحة ولا جناية ولا نفع؟ لا ده ولا ده. امال ايه؟ بتاع التكييف الاستاذ بتاعنا ما بيحبش التكيف، بتاع التأمين الاستاذ ما بيأمنش، ما بيتفائلش بالتأمين. وعلى كل انا جايب له كارت من عبد الرؤوف بيه وهو حدد لي ميعاد. قول كده حضرتك خريج الحقوق اللي عايز يشتغل هنا؟ ايوه بالظبط كده. حكم انا الاستاذ بتاعنا بيقول لي على كل حاجه بالتفصيل. ما تاخذنيش، انا كنت بحسبك اصغر من كده. انت كبير نسبيا ولا دي خضه؟ هو موجود بس عنده زبون يخلص تدخل انت. انا على فكره موسوعه في القانون، ما تبصش لمنظري وما تعتقدش ان كلامي في شنك. لا، انا وكيل محامي على حق يا استاذ يا استاذ عبد الرازق. اطمئن يا مدام، مع السلامه. الله يسلمك يا استاذ بالتاني. الاستاذ خلص، عن اذنك هديله خبر. اتفضل يا استاذ عبد الرازق، الاستاذ في انتظارك. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، اتفضل يا استاذ عبد الرازق. متشكر يا فندم، اتفضل حضرتك. ثقة عبد الرؤوف بيه فيك ثقة غالية جدا. هو الحقيقة رغم اني ما كنتش متفرغ تفرغ تام للدراسة، انما جبت تقدير جيد جدا. كان ممكن ابقى في الجامعة، لكن الحقيقة انا مش غاوي سلك التدريس لاني مش ميال لي. طبعا ان شاء الله يبقى لك مستقبل معانا هنا. انا يكفيني فخر اني اشتغل في مكتب محامي عظيم زي سيادتك، بالاضافة ان انا فعلا بحب المهنة. اشكرك يا سيدي. شوف، في شوية ملحوظات ونظام للمكتب والشغل هختصرهم لك في نص ساعة. تحت امرك يا استاذ، تحت امرك يا فندم. يا اهلا يا عبد الرازق افندي، يا نورتني. ايه ده؟ فيها ايه يا اخوي؟ فاتحه الباب وقاعده القعده المهببه دي كده ليه؟ يا اخويا بزغط فضلة خيرك البطه، الدهن على قلبها بقى قد كده اهو، تاكلوها بالهنا والشفا. بس بلاش كلام فارغ، قومي. فيها ايه؟ مش عايز اشوف المناظر دي تاني. شوية ذرة بوكلهم للبطة، فيها حاجة دي؟ ممنوع، الحاجات دي ممنوع. ليه؟ هما بيقفشوا اللي عندهم بط وذرة؟ شوف الجهل يا ست، انت المناظر دي ما بحبش اشوفها.
يا اخويا بدل ما نشتري بطة بالشيء الفلاني، طول عمري بشتري بطتين صغيرين شرشيري بزغطهم لما يكبروا ويسمنوا عشان نقدر على المعيشة. يوه كلام كتير، مش عايز اشوفك قاعدة القعدة دي تاني قدام الباب، انت فاهمة؟ حاضر يا اخويا، حاضر. الراجل جراله ايه؟ خد يا اخويا. ايه ده؟ ده فراش المدرسة جاب لك الورقة دي من عند الناظر. ارميها عندك. هو انت يا اخويا ما بتروحش المدرسة؟ فين المية السخنة؟ حاضر يا اخويا، حاضر. اتفضل يا استاذ عبد الرازق، اتفضل يا متر. بسم الله ما شاء الله. دي بقى يا سيدي الأوضة اللي الأستاذ قال نخصصها لك. ما شاء الله يلا، ده فيها تكييف. ما هو الأستاذ ما بيحبش في مكتبه شخصيا التكيف، لكن في مكاتب الزملاء المحامين بيحط لهم تكيف. ايه رأيك بقى في اوضتك وفي مكتبك؟ ما فيش بعد كده. اتفضل اقعد على مكتبك، اتجعز، جرب ربنا يجعل دخلتك علينا دخلة سرور وحبور وزباين بالكوم، دخلة بدون باسبور. حلوة حكم، انا شاعر عتويل. حلوة. قول لي حضرتك. نعم. انت عملت ابوني من هنا للبلد يعني؟ ايوه. لا انا بركب العربيات الاجرة. المشوار بعيد بين بلدكم والقاهرة؟ بعيد جدا، لكن اني متعود عليه من ايام ما كنت في الكلية. ربنا يوفقك ويقدرك. دقيقة واحدة هجيب لك الشغل. ماشي. اتفضل يا استاذ عبد الرازق. ايه ده؟ كل الدوسيات دي يا سعاد افندي؟ ايه يا اخي، انت هتتعب من الاول؟ لا بالعكس انا بحب الشغل جدا يا سعاد افندي. يا استاذ ما تقولش يا سعاد افندي. سعاد افندي لا، افندي دي بطلت من ايام الساعة ام كاتينا. وكيل المحامي ما عادش اسمه افندي، واحدة من اتنين، يا تقول لي السيد سعاد يا تقول لي يا استاذ سعاد. وانا في الحقيقة افضل تقول لي يا استاذ، لان السيد دي بنشترك فيها احنا والميكانيكية والسباكين وموظفي الحكومة، وانا احب الخصوصية. على فكرة دمك خفيف وصاحب علم وفراسة. حلوة. اسيبك بقى تدرس الدوسيهات التي امامك على مهل وفي تمعن، وهبعت لك قهوة على حساب الاستاذ. على فكرة كل المشاريب هنا على حساب الأستاذ. القهوة يا عبد الرازق أفندي. طيب. ولو إني يا أخويا كنت بقول بلاش القهوة في أنصاص الليالي دي مش كويسة على الصدر. طب وبيقولوا والعياذ بالله أنا هشرب قهوة في الوقت اللي يعجبني. طيب يا عبد الرازق أفندي، اللي تشوفه يا أخويا. العيال نامت؟ ناموا يا أخويا، نوم العوافي. طب ما تقوم أنت كمان تنامي. ما أنا قاعدة معاك، هو أنا في ديك الساعة؟ الله، طب ما تقومي تقعدي على الكنبة قاعدة على الأرض ليه؟ ما أنا بحب أقعد على الأرض عشان أبص لك لفوق، تبقى فوق راسي يا تاج راسي. استغفر الله العظيم من كل ذنب. عبد الرازق، هو أنت يا أخويا ما بتروحش المدرسة؟ أصله أنا استقلت، سبت المدرسة. سبت المدرسة وراتب الحكومة؟ مش عايز راتب الحكومة يا أخويا، شغلة المدرسة دايمة. إذا كنت بتتسلى في مصر عند الراجل المحامي ده حاجة تانية. تسلى؟ أنا بشتغل محامي، اسمها بتسلى؟ عشان يعني مش حكومة. حكومة إيه؟ ده ممكن يجي عليا وقت القضية الواحدة تبقى قد مرتب الحكومة 10 سنين. يعلي مرتبك يا عبد الرازق أفندي يا ابن ستيته. معلش المرة دي سامحني، لازم أقول الدعوة كده عشان تتكتب عند ربنا. مفيش فايدة معاكي. بس هي الحكومة يعني ما ادتكش معاش ولا حاجات من دي؟ أنا مش عايز من الحكومة حاجة. طيب يا أخويا، طيب ما دام أنت عارف بتحط رجليك فين خلاص، إحنا معاك، على الخير معاك وعلى الجوع معاك، ما تفرقش معانا ما دام أنت بخير وقدامني. لو إني يعني كنت بقول نمسك العصاية من النص تروح عند الراجل المحامي ده شوية، وادي أنت مدرس الصبح. أنا خلاص استقلت. هترشح نفسك في الانتخابات؟ انتخابات إيه اللي جاب اللي بقولهولك ده للانتخابات؟ أصل سيد عبد الرحمن كان مرشح نفسه وبيقول على نفسه استقل. اللي بتقولي عليه ده مستقل، مرشح نفسه مستقل، دي غير دي خالص، فاهمة؟ فاهمة يا أخويا، منك نستفيد يا عبد الرازق أفندي. يا عبد الرازق أفندي، أنا ما اسميش عبد الرازق أفندي يا جهلة. غيرت اسمك يا أخويا؟ ما غيرتوش،
بس ما تقوليش عبد الرازق يا افندي. امال اقول لك ايه؟ قولي لي يا استاذ. استاذ؟ استاذ ازاي؟ هو انت بتقرا على التراب؟ هو اللي بيقرا على التراب اسمه الاستاذ؟ ايوه يا اخويا، هو انت ما تعرفش ولا ايه؟ مش خليل الواد الضرير ابن عيشه بتاعت الفجل